There's a huge universe out there. تخيل تستنى فيلم سوبر ماريو جالاكسي على أمل مغامرة فضائية ملحمية وتتفاجئ إنك قدام إعلان طويل لنينتندو. فيلم مليان شخصيات، مليان عوالم، ومليان كمان ألوان، بس فاضي من جواه. لا قصة تشدك ولا حتى شخصيات تتعلق بيها ولا حتى كمان لحظة تحس إن هي عاشت معاك. فهل الفيلم ده معمول علشان خاطر يحكي حكاية، ولا هي مجرد كده استعراض لكل حاجة نينتندو بتملكها؟ في الفيديو ده هقولك ليه الفيلم ده كان عنده كل حاجة علشان خاطر ينجح، ومع ذلك ضيع كل الفرص دي واحدة واحدة. فيلم سوبر ماريو جالاكسي هو الجزء الثاني من فيلم سوبر ماريو بروز، ورغم ان هما في الفضاء ومفيش مشكلة اكسجين، بس للأسف مفيش نفس. الفيلم ده يعتبر كده هو خنق نفسه بنفسه، لانه في زحمة زيادة عن اللزوم بالحاجات بتاعت النينتندو. بدل ما يكملوا تطوير الشخصيات من البارت الاول، الفيلم ده بيركز اكتر على الحاجات المرجعية، لدرجة انه بيخنق المشاهد بالدعاية. يعني بدل ما يكون في استر ايجز بسيطة للناس او الجمهور اللي بيتفرج، هنا الموضوع يعتبر مقلوب. فلو انت بقى مش منبهر بكل شخصيات نينتندو اللي ماليه الشاشه، هتلاقي صعب اصلا تلاقي قصه حقيقيه للفيلم ده. في محاولة ان هم يعملوا دراما عائليه في الجزء ده، بس مش متطوره خالص، لان الشخصيات مشغوله طول الوقت بمشاهد اكشن شبيهه كده باللي في الالعاب، من غير احساس حقيقي بخطوره او رهان في القصه. الاميره هنا بيتش اخيرا بيكشفوا اصلها، بس بسرعه كده جدا علشان خاطر يفضوا مساحه لحاجات تانية، زي مثلا اصل المظله بتاعتها اللي بتستخدمها كسلاح، وفي تلميح لعلاقة حب بينها وبين ماريو، بس برضه مش مكملينها كمان. تحس ان كان في فرصة تبقى علاقة حلوة، لكن برضه مفيش وقت، لان ماريو مشغول جدا وبيشتغل مع اخوه لويجي، وكمان بيتعاونوا مع يوشي اللي شخصيته اساسا ما فيهاش حاجة غير انه بياكل وبيبيض. الفيلم كله ماشي كده فيه افكار حلوة جدا بس بيضيعها، زي احساس كده انك اخيرا تشوف مثلا حاجة جامدة وفي الاخر ما خدتهاش. فانت هنا بتقول طب ليه بتوريني الحاجة دي لو مش فعلا هستغلها؟ نفس الكلام هنا على الأشرار اللي موجودين في الفيلم، زي مثلا باوزر رجع تاني وكان ليه لحظات حلوة في الفيلم الأول، خصوصا هوسه بيش والأغنية اللي عملها لها. بس ابنه هنا بقى شخصيته ضعيفة جدا، عاوز يسيطر على المجرة وخلاص من غير أي دوافع حقيقية، رغم إنه معاه فرشة سحرية تقدر تحول أي رسمة الحقيقة، لكن شخصيته نفسها مرسومة بشكل سطحي جدا. فمن طريقة تقديم الأشرار المفروض كنا نشوف علاقة أب وابن بينهم، يعني مثلا باوزر يحس إن يمكن مربي ابنه غلط وإنه مش أحسن أب، ويبدأ يتغير شوية بشوية كأن في قصة، وفي النهاية يصحح الغلط. وفعلا أول نص الفيلم يمكن يكون بيمهد لكده، ولكن فجأة كل ده يعتبر بيختفي. أي تطور في الشخصية يعتبر بيتلغي بسبب إن هو مركز بس على إنه يبقى قوي وخلاص. تحس هنا كأن شخصية الابن زي مثلا ثقب أسود بيشفط أي تطور، كأنه بيقول لأبوه لا 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 مفيش تطور هنا، تعال نرجع نبقى أشرار تقليديين وخلاص، على كده نجيب سلاح ضخم ونهدد الكون، يعني نفس نمط أشرار الكرتون اللي احنا عارفينهم. غريب بقى إن الفيلم ضيع وقت كبير على علاقة الأب والابن دي من غير ما يستفيد منها كمان، وفي نفس الوقت أهمل علاقة تانية كان ممكن فعلا تبقى جميلة جدا، وهي علاقة روزالينا مع النجوم الصغيرة اللطيفة بتاعتها دي. كمان فكرة حلوة جدا بس برضه ما استغلهاش خالص. اكتر حاجة بقى مستفزة هنا ان ماريو وكمان اخوه حاسين كانهم ركاب في القصة اصلا مش ابطالها. هنا الواضح ان مفيش اي تطور حقيقي ليهم ولا حتى احساس بخطورة، غير ان هم مثلا ينقذوا مملكة المشروم وخلاص على كده. الاعجاب اللي عنده ماريو تجاه الاميرة يعتبر كده اعجاب ولا اي حاجة. وهنا كمان نشوف ان هم ضيعوا فرص كتير جدا ان يبقى في كيمياء بينهم. في كمان مونتاج طويل لماريو كمان اخوه وهما بيعدوا على مراحل مشهورة من الالعاب، بس الهدف منها كانها تشطيب واجب مش اكتر، مش علشان خاطر يخدم القصة أو يطور علاقتهم كأخوات. أما هنا أصل الأميرة بقى فمتبسط زيادة عن اللزوم، لدرجة إن هم حرفيا بيدوها كتاب يشرح القصة بتاعتها. وحتى ظهور شخصية ستار فوكس جابوه بطريقة سريعة جدا، بيحكي قصته في تقديم سريع كده وبعدها ولا كأن الشخصية موجودة أصلا ولا حتى لها دور ولا حتى كمان حوارات ممتعة. المشكلة الأساسية إن مفيش وقت خالص، مفيش لحظات هادية تستمتع فيها بالشخصيات، كله هزار سريع وخلاص على كده، وبعدها بيجروا على الكوكب اللي بعده علشان خاطر يحطوا فيه إشارات تانية. احنا بنشوف إن القصة كلها مستعجلة وضعيفة، وده بيضايق أكتر لما تبص على شكل الفيلم نفسه، لأنه بصراحة شكله حلو جدا. الفضاء مليان ألوان جميلة زي الأزرق والبنفسجي، وسفن فضائية بتطير بالشكل حلو جدا جدا من النجوم، حاجة بصريا ممتعة جدا، بس القصة نفسها مش على نفس المستوى خالص.
وبصراحة أنا عجبني شوية تصميمات في الفيلم زي مثلا كوكب الكازينو اللي الجاذبية فيه بتتغير. الفكرة دي كانت حلوة وشكل المكان نفسه كان متظبط جدا. بس بعد تالت مشهد أكشن شبه مراحل ماريو، ورابع مشهد ماريو كمان أخوه بيهربوا فيه بالعافية والكاميرا بتلف حواليهم، بدأت أحس إن عاوز حاجة أعمق أهتم بيها، مش بس مناظرة حلوة مالية الشاشة. في مشهد بيتحول فيه ماريو وكمان أخوه الأطفال، ويوشي لازم يحميهم من الديناصورات. المفروض ده يكون مشهد حماسي، بس بصراحة أنا ما اهتمتش خالص بيه. ليه؟ علشان خاطر عارف إن مفيش وقت كفاية إن هم يطوروا الفكرة دي، وهتبقى مجرد إشارة للعبة وخلاص، وبعدها يجروا على الحاجة اللي بعدها. حتى الريفرنس أو الإشارات للألعاب هنا نفسها بقت مرهقة جدا، لوجوهات وشخصيات وأدوات وموسيقى، كل حاجة من الألعاب مرمية مرة واحدة. الفيلم بقى زي لعبة حرفيا. هنشوف كمان ان والدو موجود في كل حتة قدامك، مفيش اي تحدي او متعة في الاكتشاف. يعني بدل ما تبقى ايستر ايجز بسيطة ولطيفة للفانز، الفيلم كله بقى ايستر ايجز حاسس كأنهم بيحشروها غصب عنك لدرجة انك تزهق منها. ومع الوقت الموضوع بقى متعب جدا، وفي لحظات حساسة المفروض تبقى مؤثرة بس بيبوظوها حرفيا، زي مشهد حزين وفجأة يحط صوت من اللعبة. الصوت مش راكب خالص مع المشهد حتى لو هو مخلص للألعاب. فأكيد هنا في ناس من فانز نينتندو هيشوفوا الفيلم ده حلم بالنسبة لهم، لأنهم بيحبوا يشوفوا كل الرموز والشخصيات دي على الشاشة الكبيرة. بس السؤال هنا، امتى يبقى الموضوع زيادة عن اللزوم؟ في مشهد مثلا لكوكب كله اعلانات لنينتندو ومليان مئات من شخصيات ماريو في كل لقطة، بس من غير أي ابتكار أو ذكاء في استخدامهم، ولا حتى في سحر أو حتى كمان إحساس مميز. فالمفروض هنا إن المشاهد اللي تبقى مثلا مبهرة ومليانة إثارة فاضية من جوه، تحسها إنها معمولة بطريقة شركات زيادة عن اللزوم من غير أي روح. فلما كل حاجة تبقى مجرد ظهور سريع أو ريفرنس، ساعتها ولا حاجة فيهم بيبقى ليها معنى. مفيش صدمة، مفيش مفاجأة، مفيش حتى إحساس بالدهشة. يعني ايه لما شخصية جديدة من نينتندو تظهر؟ هتضيف ايه؟ غالبا ولا حاجة، زي ما حصل كده مع ستار فوكس، مجرد حضور وخلاص علشان خاطر تعجب الجمهور. وفي الاخر الفيلم ده مش مغامرة فضائية ممتعة قد ما هو اعلان طويل لنينتندو، قصة ضعيفة جدا. والاحساس المحبط بقى ان الفيلم بيوريك عوالم وشخصيات ملونة كتير، بس ولا واحدة فيهم بتحس ان هي ممتعة او مبهرة او حتى شيقة. كل الشخصيات بقت شبه كده بقشرة فاضية، مفيش تطور ولا حتى قصة، مجرد جري وطيران وضرب في أعداء وخلاص. حتى كمان الإفيهات والهزار معمولين بطريقة آمنة زيادة عن اللزوم علشان خاطر يناسبوا كل الأعمار، وفي النهاية بنشوف إن الإفيهات دي حاجة باهتة جدا. وكمان المرجعات نفسها اتقدمت بطريقة مملة جدا، زي مثلا عامل في كافيتيريا بيرمي لك أكل بارد من غير مثلا ما يبقى جاهز بنسبة 100%، وكمان من غير ما يديك أي اهتمام. حتى كمان في تترات في الاخر في حوالي 15 شخص مكتوب عليهم نينتندو تيم، وده خلى الاحساس ان في ناس كتير جدا كانت بتطبخ في نفس الطبخه دي، وفي النهايه الطبخه حرفيا بتبوظ، وكأن شعار الفيلم كل حاجه مرجعيات وخلاص على كده. فبعد الفيلم ده بصراحه توقعي للسلسله قلت جدا. انا مش عاوز اكره الفيلم او اكرهك فيه لاني لسه بحب العاب ماريو جدا، بس افلام ماريو بعيده خالص عن متعه الالعاب، كانهم في مجره تانية، والجزء ده زود البعد اكتر. فبصراحة أنا ما كنتش بحب أوي الفيلم الأول، بس الفيلم ده خلاني أحبه أقل كمان، لأنه ببساطة ما عملش أي حاجة حقيقية بالشخصيات ولا استغلها، وكل اللي عمله إن رمى حاجات نينتندو كتير على الشاشة وخلص على كده. فالفيلم فعلا كان ممكن يبقى تجربة عظيمة، عالم كبير، شخصيات محبوبة وأفكار مليانة إمكانيات، بس للأسف كل ضاع وسط الزحمة. الفيلم اختار يبقى استعراض لنينتندو بدل ما يكون حكاية تتحكي، اختار المرجعات بدل القصة والشكل الحلو بدل الروح كمان. ويمكن دي أكبر مشكلة، إنك بتخلص الفيلم وإنت حاسس إنك شفت كتير بس ما حسيتش بأي حاجة في الآخر. فالأفلام بتاعت ماريو هي لسه محتاجة فعلا ترجع تتعلم من الألعاب بتاعتها إزاي تبقى بسيطة وممتعة وفي نفس الوقت ليها روح. طيب نروح بعد كده بقى لشرح نهاية الفيلم ده. لو مش عاوز أي حاجة تتحرق عليك فبلاش تكمل الفيديو واخرج دلوقتي من الفيديو. بكل بساطة كده النهاية ماريو خلص المغامرة الأساسية وبوزر اتحبس أو اتدمر جزئيا. بس طبعا زي أي فيلم من النوع ده الشر مش بيختفي خالص. أما بقى بالنسبة للمشهد بتاع البوست كريد السين الأول، بنلاقي شخصية ظهرت وهي فوكس ماكلاود، ده بطل سلسلة ستار فوكس. المشهد بيورينا وهو طالع في الفضاء ورايح بيته، وده معناه ان هم بيحضروا الفيلم خاص بيه بعد كده. بمعنى اوضح ان نينتندو ناوية تعمل عالم سينمائي زي مارفل، وكل شخصية تاخد فيلم لوحدها وبعدين يجمعوهم في حاجة كبيرة زي السوبر سماش بروس. بنشوف كمان برضه تكملة تشويقية، بنشوف هنا جوه السجن باوزر ونسخة مرعبة من باوزر تسمى دراي باوزر، وفي شخصية غريبة هنا تسمى ليوما بتقول لهم ان هم مش هيهربوا، بس هم واضح ان هم ناويين يرجعوا ينتقموا، وده بيجهز طبعا للجزء اللي جاي. طيب هنا بقى بنروح للبوست جديد السين التاني وبنروح لمكان يسمى جالاكسي، وفجأة تظهر هنا برنسس دايزي.
فهي هنا بتضرب حرامي وتبان كشخصية قوية، وده أول ظهور ليها في العالم السينمائي. أهميتها طبعا إن هي غالبا هتبقى بطلة في الجزء اللي جاي، وممكن تدخل في علاقة مع لويجي وكمان تزود الشخصيات الأساسية. فبس كده كالعادة هستنى رأيك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك علشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.